واحده من اذكى الطرق في العالم لحل المشاكل هي طريقه الحاج عبد الغفور البرعي. خلينا اشرح لك. تخيل ان في يوتيوبر اجنبي ولع في العربيه الفيراري بتاعته وكسر كمان الجي كلاس، وكل ده ولا فرق معاه. هتقول لي ليه يا عم عمر، هو كان كاسبهم في بنك الحظ ولا إيه؟ الغريب فعلا ان هو شاريهم بفلوسه الشخصيه. امال ليه عمل كده وما كانش خايف عليهم؟ اقول لك لان الراجل ده كان عنده رؤيه وعارف هو يعرف يجيب فلوسه تاني ازاي. وليه عمل كده؟ خليني اقول لك. ده شخص اسمه ويسلاند ديزا، كان سايق عربيته الفيراري اللي ثمنها 400,000 دولار قريبه من مزرعه ذره، وساب العربيه واطيه قوي. وطبعا العربيه دي مش مصنعه للحاجات دي، ولعت. مش بس العربيه دي اللي ولعت، ده عربيه كمان كانت معاه بالمعدات بتاعتهم وكل حاجه. والراجل قالها بمنتهى الثقه: بص ما تقلقش هنعوضها. وقام طلع بعدها في فيديو مش يتحايل على الناس عشان تساعده، لا، راح جايب عربيه مرسيدس جي كلاس وقام برضه مكسرها، وقام جايب برضه عربيه فيراري وقام مكسرها غير اللي ولعت برضه من شهر. وفي اخر الفيديو اعلن ان هو هيبيع حطام العربيتين. طبعا انت لو بتسمعني دلوقتي هتقول ايه الراجل ده دهب. مفيش غير شخص واحد بس هو اللي فهمه، وهو الحاج عبد الغفور البرعي. ايه معناته الكلام ده؟ لان ده راجل فاهم، اشترى طياره وباع خرده وكسب. وفعلا طلع في فيديو اعلن ان هو هيبيع حطام السياره، وكان عدد القطع 729 قطعه. حط القطع كده في بوكس في منتهى الشياكه ومضى عليها، وكان سعر كل واحده فيهم 229 دولار. وقال العربيه الجي كلاس كانوا 899 قطعه، وقال ان هو هيبيع القطعه فيهم ب 189 دولار. والغريب ان هو في اقل من 28 ساعه كل البوكسات اتباعت، وكسب 340,000 دولار، غير طبعا ملايين المشاهدات اللي كانت على فيديوهاته. ودي طبعا دخلت له مئات الالاف من الدولارات. فبالتالي الراجل بعد ما كسر العربيات وولعها برضه كسب. معنى الكلام ده التاجر الشاطر بيبيع الميه في حاره السقايين. في النهايه انا عمر عيد، سلام.